صباح الخير. انا هكلمكم النهارده عن المفاجأة. عامل لكم مفاجأة او الدولة عامله لكم مفاجأة يعني. طبعا في كتير منكم تعرض لبيانات خطأ، بيبقى اسم مكتوب غلط في شهادة الميلاد، اسم الجد، في قسيمة الجواز، مش عارف ايه. فبيبقى في اسم غلط، في حرف متبدل مكان حرف. وده طبعا مليون في المية بيبقى خطأ موظف، لان انت كمواطن انت مالكش اي تدخل في عملية التسجيل في البيانات، يعني في الجهات الرسمية. فطبعا كان المعتاد واللي انتوا عارفينه ان انت بتروح عند اكتشاف الخطأ وبترجعك جهة ما، يقول لك والله في خطأ في الاسم هنا، بتبدأ تعمل قيد عائلي بشهادة بيانات ورقية بالاسم وشغلانة، وتلف وتدور وتروح المركز اللي انت تابع له وبعدين المحافظة. قصة طويلة فعلا يعني. ده طبعا غير تفاصيل الزحام والرسوم، وده كله انت مالكش اي ذنب فيه. فالدولة مشكورا استحست ده واصدرت تعليمات جديدة. اول حاجة بتحدد الموظف اللي مخطئ عند اكتشاف الخطأ. بيجي لك انت بتتفاجئ حتى قبل ما حد يقول لك انت عندك خطأ ومطلوب تصلحه، بتتفاجئ باتنين موظفين مرتبهم فوق هم اجمالي مرتبهم هم يتم فوق ال 10000 جنيه، بيجوا لك على البيت يقدموا لك اعتذار، ومعاهم بكو ورد وعلبه شوكولاته من افخر انواع الشوكولاته، ومعاهم فيديو لتعذيب الموظف اللي قام بالخطأ. يعني الدولة بتعذب، بتمسك الموظف اللي أخطأ ده وبتعذبه، وده بيتوثق بفيديو في المكان عمله. بيجيبوا لك الفيديو ده وبيعتذروا لك، وبيجيبوا لك الوثيقة أو الشهادة اللي فيها تصحيح الاسم وبيقدموها لك، وبيشكروك لو أنت قبلت الاعتذار. فدي بشرة سعيدة يا جماعة للناس اللي كانت تتعرض للمواقف دي. شكرا.